محمد ابراهيم، احمد، يعني يبقى في 7 8 بيروحوا للجون زي نور السيد بيشوط. دي طبعا جبهات كتيره جدا ونقاط قوه كبيره جدا ما كانش موجود قبل كده. كان زمان او السنه اللي فاتت بتستنى ان شيكابالا بيعمل الاكشن بتاعه والناس تتفرج. فالمره دي اللعب الجماعي بشكل كبير جدا، يعني احسن الحمد لله. طب ما يفرق عن الزمالك؟ جميل وبني ادم محترم جدا، وبحييه من خلال برنامجكم. انسان متواضع وانسان عايز يلعب، انسان ما بيبصش في الماده، وانسان عايز يعمل شغل مع نادي الزمالك وحابب المكان اللي هو فيه جدا جدا. وبشكره، ان شاء الله مستنيين منه كتير يعني باذن الله. حازم 1-0، عبد الله سيسي سخن، احمد حسن سخن، هيكون له فرصه ولا هيتاخر شويه بعد الجولين اللي جم؟ استوفيا طبعا هو الادرى مننا، واحنا بنستمتع فوق الحمد لله، ونتمنى بس الشوط الثاني يفضل بنفس النهج ده يعني. بشكر حضرتك جدا يا كابتن حازم بالتوفيق لنادي الزمالك، ومش شكرا ربنا يخليك. شفنا كلامنا كانت هذه لقاءات بين شوطي مباراه الزمالك وبطل تشاد جزي، هذا الفريق الذي يلعب الزمالك متقدم في الشوط الاول 3-0. والان عوده ساعه التحليل واستاد النيل الزميل العزيز خالد لطيف ونجوم الاستوديو التحليلي. بشكرك يا محسن جدا، ويعني اللقاء مع نجم طبعا من نجوم نادي الزمالك حازم امام عضو مجلس اداره النادي الحالي، وتحدث يمكن بكل صراحه عن ازمه حتى انقطاع التدريبات يا كابتن احمد، وعن احمد عيد عبد الملك، وعن الهجوم من كل الاتجاهات. ويمكن مناسبه احمد عيد عبد الملك ويعني في نفس الوقت اللي احنا بنعقب فيه على كلام الكابتن حازم، احمد عيد اهو يمكن في الكرة اللي محمد ابراهيم ادي احرز منها هدف، لا كان في كرة ثانيه في اخر الشوط اللي وقع فيها محمد ابراهيم، ادي الهدف. ده الجول الثالث، هنا هو كابتن احمد. ايوه اهو هنا على الشاشه طبعا ده الهدف الثالث. طبعا اتحاد الشرطه لان الثبات من الحركه، يعني بيعرف يعملها بوش رجله كده، رائع جدا جدا. ده طبعا في لقاء اتحاد الشرطه، والنهارده في اللقاء اليوم حتى بيقف كده على كورته وبيبص الناحيه الثانيه وبيلعبها حلوه. انا بس يعني هو طبعا حازم امام هو بيقول ان بس السنه اللي فاتت كانت بتدور على ايه زي ما احنا قلنا، بس طبعا هو يعني بيدوروا على شيكابالا. مش كده؟ زي ما انت بتقول، مش كده؟ كنت بتقول انت وكابتن عصام وكابتن حمزه الزمالك كان اي حد بياخد الكوره بيدور فين شيكابالا، مش كده؟ وبيلعب له الكوره. فكلما قلت الحلول او اتحجمت الحلول كلما ما تقدرش تحقق نتيجه ايجابيه. تيم نادي الزمالك السنه دي في اكتر من حل. وجود احمد عيد عبد الملك في الملعب بما يملك من خبرات وامكانيات فنيه اضافه قويه جدا لتيم نادي الزمالك مع اللعيبه اللي حواليه. عندنا محمد ابراهيم واحمد عيد واحمد جعفر ومحمد ابراهيم وعبد الشافي، كلهم نجوم يا كابتن عصام. بالتاكيد طبعا. يعني النهارده الزمالك فايق قوي، الزمالك بيلعب بثقه، الزمالك بيلعب كره جميله جدا. البدايه كلنا كنا متخوفين انك تلعب في بطوله جديده مع فريق مغمور انت مش عارف عنه حاجه، فواضح ان فريق نادي الزمالك مركز بشكل كبير جدا. عايز اتكلم في كلمه السر النهارده في المباراه، هي السرعه. السرعه بالنسبه سرعه التصرف وسرعه التمرير وسرعه التحرك بدون كوره، سرعه المتابعه كل جعفر. في حاله السرعه دي بتخلخل اي دفاع زي دفاع الفريق التشادي. التنويع، يعني جماعيه الاداء الزمالك بقى في ميزه، حتى كان بيتكلم الكابتن حمزه بنتكلم